بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى صحبه ومن والاه. أولا أشكر فوج كشافة قدماء الكشافة الإسلامية، فوج الشهيد بالحسيني عبد القادر. أشكر الأخ نبيل مهديد على الدعوة وأنه أتاح لنا أن ننزل إلى هذا المستوى، مستوى البراعم، لأنهم حتىهم ما عندهم حق في الأستاذ رقيب، وحتىهم ما عندهم حق في الدكتور آغا. ما نقدروش حنا نوجهوا الرسائل تاعنا فقط للكبار، وربما ندوة كهذه سيولو تخلي أثر كبير في هذه الأولاد، خاصة أن هذا الأولاد عندهم ميزة أنهم أبناء الكشافة الإسلامية. وأنت تتكلم على هذا ذكرى مجازر 8 ماي 1945. أنا بود نشوف الأولاد إذا فهموا ولا شكون اللي فيكم أنتم ينوض ويتكلم لنا شوية واش قال الأستاذ. خلطوها كما تبغوا، المهم واحد ينوض ويقول لنا كلمات على واش قال الأستاذ باش نشوف لا كنتوا تتبعوا ولا ما كنتوش تتبعوا، ولا واش يا أستاذ نبيل؟ ها هيا شكون؟ ونظن اللي جاوا مليح الرئيس غادي يعطيه هذه. شكون اللي ينوض ويخبرنا واش فهم شويه من مداخله، واش هدر الاستاذ، واش على من هدر؟ شكون اللي ينوض؟ تحشموش، ما تحشموش، قولوا غير، ما نقولكمش قولوا كل شيء، غير قولوا غير كل واحد يقول حاجه. واش هدر الاستاذ ويحدثكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا فهمت من تدخل الأستاذ؟ واش فهمت؟ بدأت مجازر 8 ماي 1945 بفرحة الجزائريين من فوز فرنسا بالحرب الثانية، الذين شاركوا فيها الجزائريون، والذين كانت بعملية إغراء فرنسا للجزائريين وشعبها النبيل. جميل، راك قلت مليح، راك نيشان ان فرنسا خرجت على العهد اللي عطاتها للجزائر، ان قال دخلوا معايا في الحرب، خاطر الجزائريين بزاف مشاو شاركوا في الحرب العالميه الثانيه ومشاو، ولكن فرنسا غير نكملوا مع عند النازيه هاد الالمان، نكملوا نعطوكم الاستقلال تاعكم. واذا الهديه كانت هذه الهديه عباره عن مجازر وشهداء سقطوا بالالاف في هذه المدن، ومن بعد الاحداث عمت كل الجزائر، ما قعدتش الا في الشرق الجزائري، ولكن عمت كل الجزائر، وانتفضت الشعب الجزائري. كما قال الاستاذ ان هذه الحوادث هي اللي كونت البذره اللي خلات الجزائريون يتنظموا ويعلموها ثوره وثوره كبيره. شكون البنات؟ شكون اللي تعطينا ملخص باش انا نبدي ندخل في الموضوع؟ شكون البنات اللي تنوض وتقول كلمه؟ باغا تقولي؟ هيا قولي واش فهمتي؟ كيسموها هاي؟ هيا تفضلي نور الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. كانت مجزرة 8 ماي إغراء من فرنسا، التي كانت قد وعدت الشعب الجزائري بأخذ حق الاستقلال بعد المشاركة في الحرب العالمية الثانية، والتي كانت قد انتهت بمجزرة 8 ماي. قتلت الشعب الجزائري في ذلك اليوم
والتي قد خرج منها الشعب الجزائري من كل ولايات الوطن وعامة التراب الوطني. كانت بمثابة وبالتالي نحن ما نقدرش ننساو تضحيات شهداء الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. شكرا. آخر سؤال باغي نقوله لكم على المداخلة نتاع الأستاذ رقيب. الأستاذ رقيب تكلم قال المتظاهرون لما ناضوا في 8 مايو في 5 ردوا واحد الناشد، كيسموا هذاك الناشد اللي رد له واحد اخر اللي ردوه اللي كانوا يردوه. شكون اللي يقول لنا هذا الناشد؟ تفضل. نوض قلنا غادي نجيب غنيها. بسم الله الرحمن الرحيم. من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا للاستقلال. من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا للاستقلال وطننا. تضحيتنا للوطن خير من الحياة. أضحي بحياتي وبدمها لك لا وسواك فؤادي وتفنى في هواك. بلادي يا بلادي أنا لا أهوى سواك. قد خن الدنيا فؤادي وتفنى في هواك. تستهي في الحياة تستهي به الحياة. لنا طلع صوت الأحرار ينادينا للاستقلال. ينادينا للاستقلال لاستقلال وطننا. وإحنا في هذا التواصل في هذا اليوم، وإحنا نحيي ذكرى 8 مايو 45. الأستاذ رقيب اللي هو أستاذ تاريخ تكلم لكم على بعض النقاط في هذا الحدث. نسألكم كيفاش الأخبار؟ قال لكم 78 سنة صارت الأحداث نتاع المجازر. أنا كنقول لواحد فيكم نقول له واش تعشى الشهر اللي فات ينسى ولا لا؟ لكن هذه الأحداث كيفاش حدث لنا؟ كيفاش حدث لنا هذه الأحداث؟ ورانا نعرفوها ونعرفوا عن طريق الكتاب. سما تعرفوا انتم بعض الكتاب الجزائريين؟ شكون اللي يعرف كاتب جزائري؟ مفدي زكريا شاعر. زين معليش هو كاتب. زين هيا حكوا لي على كاتب جزائري قريتوه في المدرسة. قريتوا على كاتب جزائري؟ قريتوا؟ شكون اللي قريتوا عليه من الكتاب الجزائريين؟ هيا تكلموا. تفرجتوا ذاك المسلسل تاع الحريم؟ ما تفرجتوش شويه من المسلسل؟ تفضل قول لي. مفدي زكريا قال الصديق تاعك كان يقولوا لي واحد اخرين جزائريين اللي كتبوا في التاريخ، اللي كتبوا
كتبوا في الجغرافيا اللي كتبوا. قولوا لي عبد الحميد بن باديس. زيدوا شكون؟ شكون؟ باشر الابراهيمي. زيدوا هذول تاع جمعيه العلماء المسلمين. زيدوا قولوا لنا شكون كتابوا اخرين اللي يقول لي نعطيه كتاب، نعطيه هديه كتاب. ايوه لا مصري الحاج كان رجل سياسي، كان رئيس الحزب. شكون؟ لا كاع حاجه سياسيه. فرح العباس قولوا لي كاتب قريتوه في المدرسه اللي الف كتاب صحيح. هذا عبد ما قريتوش كاع النصوص نص. تفضل. نعم هذا اسم بصح شكون اللي كتبه؟ كيسموه اللي كتبه؟ نعم البيروني اسيست البيروني هذا شاعر. كاين شاعر البيروني. هذا بتاع عبد واش كتب عبد الجواد؟ واش كتب؟ هيا معليش ما عرفتوش انا الكتاب نخليه في الدار. ضيعتوا الفرصه. هيا غادي نعطيكم بعض الامثله تاع بعض الكتاب. تمام نعطيكم بعض الكتاب اللي وحنا كما كنا انتم صغار قرينا عليهم. كما انا والاستاذ يقول الاخ نابل الاستاذ قرينا على محمد الدين. اسمعوا بيه. قرينا على مولود فرعون. قرينا على احمد جواد زيد. قرينا على من؟ قرينا مولود معمري. قرينا اسيا جبار. قرينا بوجدره والقائمة راوية. لكن اللي باغي نتكلم لكم عليه اليوم هو كشغل، هو الشمعة اللي ضوات في هذا الكتاب. وهذا سموه كاتب ياسين. تسمعوا كاتب ياسين؟ كاتب ياسين هو كاتب اللي اشتهر بزاف في الجزائر، وكان من الرواد اللي بداو يكتبوا باللغه الفرنسيه خاصه في الفتره نتاع الخمسينات. لكن علاش باغي اليوم نهضر لكم على كاتب ياسين؟ الا تقعدوا تسمعوا باسكو غادي نجيبكم مره واحده اخرى وندير لكم مسابقه ونطرحوا لكم الاسئله على واش رانا نقولوا اليوم ولا واش سي نبيل. هي تابعوا. دونك هذا كاتب ياسين. علاش اليوم غادي هذا كاتب ياسين باغي نتكلم لكم عليه؟ خاطر هو نتبع واش كان يقول الاستاذ رغي في حوادث 8 ماي 45. هذا كاتب ياسين شارك في احداث في مظاهرات 8 ماي 1945. هو كاتب من مدينه قسنطينة. ولد سنة 1929 وشارك في أحداث 8 ماي 45. زاد في 1929 وشارك في أحداث 1945. شحال كان عنده من عام؟ من شارك؟ زاد في 1929 16 عام. شكون الكبير فيكم؟ شكون عنده 15 عام؟ شكون عنده 14 عام؟ شحال كان فايتكم كاتب ياسين؟ عامين. وشارك في مظاهرات 1945. شارك باسكو الشباب آنذاك كان عنده واحد الوطنية، يحب الوطن تاعه، وكان يشاهد واحد الأمور اللي نتكلموا عليها بزاف في التاريخ تاع الجزائر. كان يشارك وتكلم الأستاذ
قال لكم ماشي غير الجيش الفرنسي اللي قتل المتظاهرون. فرنسا قسمت السلاح على من؟ كان يقول الاستاذ على من قسمت السلاح باش يقتلوا الجزائريين؟ على الاوروبيين. الاوروبيين وين كانوا ساكنين؟ وين كانوا ساكنين؟ هذو اكثر الاوروبيين كانوا ساكنين، كانوا قاضين الضيعات، الفيرمات، كل هذه اللي راكم تشوفوها منا في هذه المنطقه تاع بنيصاف، كل مناطق الجزائر كان هذا المعمرون هما اللي دايرينها، لانهم جاءوا لاخذ خيرات الجزائر، ما جاوش باش يعلمونا ولا يضرونا ولا يجيبوا لنا الحضاره، لا، جاوا باش يقضوا على الشعب الجزائري ويدوا الخيرات نتاعه. واول الخيرات وذكرها الاستاذ، هذا علاش قلت لكم اللي قد تبعوا من يكون واحد حاضر اللي قد تبعوا، اول الخيرات اللي داوها منا من منطقه بنيصاف هي ماذا؟ هي معدن الحديد. واش بناو به؟ واش قال الاستاذ؟ واش بناو به؟ بناو فيه برج ايفل، وبناو به حاجه واحده اخرى في المنطقه تاع تلمسان. واش بناو؟ لا ماشي في هضبه 63. واش بناو في نواحي تلمسان؟ لا بالحديد. واش بناو؟ واش داو؟ واش بناو؟ إلا تعرفوا التاريخ نتاعكم، بناو هذيك القنطره تاع الحديد اللي في الوريط، هذيك بنيت بفضل الحديد نتاع الجزائر وبفضل المهندس نتاع البرج اللي هو ايفل، اللي هو هذا العالم الفرنسي بناو به. دونك هذو الفرنسيين جاوا قتلوا الجزائريين وداو الخيرات تاعهم وسكنوا وداو الاراضي الفلاحيه اللي تحت الارض ورموا الجزائريين الى الجبال وقتلوهم. هذا الشاب الجزائري اللي يسموه محمد ياسين، كاتب ياسين، كان في حوادث 1945. شحال عنده من عام؟ عنده 16 ويبدي يكبر كاتب ياسين ويبدي يشوف الامور. لكن كاتب ياسين لما بدات السلطات الفرنسيه تقتل، ما قتلتش غير ما دارتش غير عمليه قتل، ولكن بدات واش دير؟ تسجن المتظاهرين. ومن بين المتظاهرين كان شكون اللي كان هذا الشاب؟ كاتب ياسين. تم اعتقاله في اليوم الخامس من المظاهرات التي كانت في الشرق، من بعد انتشرت لكل الجزائر. وحينها في هذه المظاهرات خرجوا الشباب اللي كانوا يبغوا الجزائر وبداوا يردوا هذه الاغنيه من جبالنا طلع، معناها يا فرنسا اللي راكي خرجتي على الهضره سوف ترين ان كل هذه الجبال ستصبح في يوم من الايام عباره عن مراكز لجيش التحرير وللمناضلين وللمسبلين، وغادي تشوفي يا فرنسا كي غادي نديروا لك باش نخرجوك من الجزائر. كاتب ياسين من بعد بدا يفكر في هذوك الاحداث نتاع 8 ماي 45 وجاته الفكره انه يكتب روايه. شكون يعرف الروايه اللي كتبها كاتب ياسين اثناء الثوره؟ كتبها سنه 1956. كيسموا الروايه اللي كتبها كاتب ياسين في 1956؟ مشهوره الروايه، بل هي الروايه المشهوره اللي جاتنا في الخمسينات حتى اليومنا هذا. الحقيقه احنا قريناها سيميلون، داكور. كيسموا الروايه؟ اللي يعرف الروايه نعطيه 2 كتب ونزيد له نجمه هنا كميداليه على صدره، نزيد له نجمه زينه. كيسموا الروايه؟ هذا الاسئله بدا نجيب نسالكم.
يطرحوا على المعلم. يديروا عليكم هذه الاسئله. لا هما انتم خصكم تطرحوا عليهم هذه الاسئله. كيسموا الروايه اللي كتبها كاتب ياسين وتخبرنا عن الاحداث نتاع 8 ماي 45 اللي قلنا هو سجنوه وكان عنده غير 16 عام. سما فرنسا ما كانش كاع عندها الحنان والو، كل الناس تقتلهم وكل الناس تضحي بهم. سما الاخ والاخت هذه البنت نتاعنا لو كان كنتوا تشاركوا في المظاهرات كنتوا يمكن انكم تدخلوا للحبس. الروايه اسمها نجمه. انا بالعين قلت لكم ندير لها نجمه، قلت لها زعما فهمتوا ما بغيتوش تفهموا. نجمه هذه الابطال غادي نحكي لكم الروايه هذه الروايه لما انا قريت الروايه زمان وما فهمتهاش وقريتها راني في 3 سنوات لما اضطررت انني اقراها لان بعض المحللين 700 لان بعض الناس اللي يقروا القصص ولا الروايات قالوا بلي هذه الروايه عندها علاقه بروايه اخرى كتبت ماشي في 1956 ولكن كتبت في 1936 20 سنه قبلها، سموها مريم بين النخيل. والنقاد اللي يقروا الكتاب قالوا بلي هذه الروايه كاتب ياسين استلهمها من هذه الروايه اللي سموها مريم بين النخيل. وما دام انا كنت نقرا في روايه مريم بين النخيل وكسبت المعلومه ان هذه الروايه جات من هذه، قلت نمشي نقرا هذه الروايه هذه مده 3 سنوات وانا كبير وطبيب واكتب. ولما قريتها وما فهمت فيها والله ما فهمت فيها. هذه الروايه لما اتممها الكاتب ياسين وكتبها باللغه الفرنسيه كل الناس اللي قراوا الروايه ما فهموهاش، بقاو جزائريين ولا فرنسيين واش يقصد كاتب ياسين بهذه الروايه. غادي ندخل في واحد الكلمات يفهمها الاستاذ ربي اللي هي باسكو وانا نحكي لكم الا انتم ابناء الا كنتم تكونوا في دياركم الا تقبضوا ورقه وستيلو وتقعدوا تكتبوا كي الخواطر والله لازم ياك لازم تكتبوا كي الخواطر. ماشي الاستاذ يقول لكم انتم روحكم بدو تقبضوا ورقه وستيلو واكتبوا واحكي. هكذا في يوم من الايام تصبحون كتاب وتصبحون شعراء. مش حتى تكبروا وتقول ساكتب كتاب، لا، من اليوم بدو ديروا واحد العمليات. عندكم الوقت الضائع بزاف في الدار، تهبلوا اماتكم وتهبلوا بواتكم بالهراج في الدار. هذاك الوقت قضوا وريحوا في مكان وقضوا ورقه كتبوا كاع اللي يجيكم في الخاطر نتاعكم، كتبوا حاجه مفهومه وكتبوا حاجه غير مفهومه. في يوم من الايام صوالح غير مفهومين تلقوا باللي هذوك كلمات مفهومه وهذوك جمل مفهومه وكتبوا خرج المجاهد فلان. وحنا رانا في الفتره نتاع الاحتفالات وراه جاي اول نوفمبر، كتبوا غير من الخيال نتاعكم. خرج وذهب الى الجبل وحمل بندقيه وعزم ان يحطم الفرنسيين وبدوا كتبوا باي كتابه وهاد الاوراق دسوهم في دياركم وقعدوا تخزنوهم يقعدوا لكم كامله وكذكريات. هكذا الاستاذ الغيب اللي هو كاتب وانا اللي كاتب بدينا كيما هاك نكتبوا ورقات. وعندنا صديق يقول خربشات نخربشوا في الورقه ودسوهم وما تقيسوهمش وما تقطعوهمش باش من تكبروا تولوا كتاب. ماشي نعم تعاود تقراهم وتعاود تصححهم وتعاود تطورهم. ماشي قال لا انا نقرا طبيب، انا قريت طبيب استاذ الرقيق قرا استاذ وكان مدير ثانويه وكان، لكن كتب لان ليس كل الاساتذه كتاب وليس كل الاطباء كتاب. لكن الكتابه وهذا الفن الكتابه احنا اللي رانا جايين اليوم باش
باش نديروا التربيه، باسكو نتوما راكم في الكشافه، راه الاساتذه تاعكم يربوكم، لازم لكم تربيه اخرى نديروها حنايا لكم عن طريق هذه اللقاءات. دونك كتبوا، وكاتب ياسين كتب روايته وكان عاد صغير، كتب هذه الروايه التي حيرت كل الناس اللي يقراوها. وانا باغي نهضر للاستاذ رغيب على فنيات الروايه. فنيات الروايه تاع كاتب ياسين الاستاذ رغيب، والفضل لك انني تعلمت هذه الامور، تعلمتها عن طريق الاستاذ اللي خرج كتاب على فن كتابه الروايه ولا مراحل كتابه الروايه. تعلمت ان في الروايه اشياء كثيره، من بين الاشياء هما الابطال تاع الروايه، البطل تاع الروايه. من بين الاشياء هما الزمن اللي تجرى فيه الروايه، من بين الاشياء هو المكان اللي تجرى فيه الروايه. والغريب في روايه كاتب ياسين ان الزمن فيها دائري ماشي مستقيم، يولي على يولي يكون يهضر يدير الاسترجاع بصح بطريقه دائريه، يدير الاسترجاع يولي لهذا يولي لهذا يولي لهذا يولي الى نقطه الانطلاق. الناس حيرهم حتى حضروا يجوا الفكره هذه، لكن اولي باش يدير الاسترجاع الا من هذه الفتره 1943 اللي بدا فيها الروايه، ويولي الاحداث 1945 لا يمشي ل 1800 هذه القبيله اللي نشات فيها نجمه، يمشي لهذه القبيله وبعد ان يتمم الدوره يولي لهنا. ويقول لك كثير من الناس اللي يقراوا هذه الروايه حطوا الروايه في نصفها في ربعها وما داروش. هذه الروايه سماها هذا الكاتب سماها نجمه. الابطال تاعها 4 جزائريين، واحد سموه العربي، حصوا على الاسماء، البطله سموها نجمه، والابطال اللي يدور حولهم الروايه هما العربي ومصطفى ومراد وقدو. هادو 4 ابطال، 4 ابطال نتاع الروايه. الناس اللي وهادو كانوا عايشين في مع الاقطاعيين، كانوا يخدموا عند الاقطاعي، عند كولون كانوا يخدموا عنده. وكل واحد من هذا الكولون من هذا الجزائريين كان يبغي يحب بنت الاقطاعي، لكن شتان بين الفرنسي وهذا الجزائريين هذو اللي يخدموا ينقوا الزرايب او يعطوا الاكل للحيوانات. دونك باش يحبوا بنت هذا صاحب هذه الضيعه بعيد. دونك واش قالوا ما دام ان العلاقه بين هذه الفرنسيه غير ممكن، واش نديروا؟ احنا نحوسوا نحبوا نجمه، حاولوا نحبوا نجمه. وتصرى مشاكل، ما نحكي لكمش كاع القصه باسكو ندي وقت. وتصرى مشاكل، واحد منهم يدخلوه للحبس، الاخر يهجر من هذيك المنطقه اللي كانوا عايشين فيها، والاخر يطرد ويتفرقوا ويضطهدوا من طرف السلطات الفرنسيه الى وهذه النجمه الاستاذ رقيق، هذه النجمه الاب نتاعها جزائري، باغي نولوا المريض بيننا خير. الاب نتاعها جزائري والام نتاعها فرنسيه من اصول يهوديه. الاب نتاع نجمه منين؟ والام نتاعها من اصول يهوديه، عكس مريم بيننا. دونك وهادو 4 يبغوا كاع كل واحد يحاول باش يحب نجمه ويتزوج بها ويدير الدار، لكن يجي واحد الانسان يختطف نجمه ويبعدها على ذيك المنطقه اللي كان فيها هؤلاء الابطال. وهؤلاء الابطال يصير لهم مشاكل مع السلطات ومع المعمرين الفرنسيين ويرمون الى السجن. هذه القصه كما راهي
لو كان نجو للمؤلف نتاعها كيسموه؟ كاتب ياسين. كاتب ياسين عاش نفس هذه الظروف، حب فرنسيه وما نجمش، ومن بعد مشى يحب جزائريه، ومن بعد زج به في السجن، ومن بعد خرج وطرد. والنقاد يقولوا باللي كاتب ياسين في نجمه يحكي حياته، لكن الناس اللي يقروا الروايات، خاصه روايه كهذه تحكي على احداث 1945 وكتبت في 1956 وين شعلت الثوره ضد المستعمر، يقولوا باللي كاتب ياسين كل الروايه تاعه كانت عباره عن الغاز وعباره عن رمزيات. وهنا يقولوا باللي كاتب ياسين رمز لنجمه وكانها هي، لو كان نقولوا هذه الروايه هذا كاتب ياسين على نجمه واش تمثل بالنسبه للعائله؟ نجمه واش تمثل في العائله؟ نجمه اولا هي واش؟ نجمه هي واش؟ راجل ولا واش؟ امراه. الامراه في العائله واش تمثل؟ واش تنجم تكون؟ ثاني اخت، زين خاله، الزوجه، ابنها. حنا ندو الكبيره فيها واش نجم تكون؟ اذا كاتب ياسين راه يهضر على احداث 45 ويهضر على الثوره في 56 ويهضر على الاضطهادات اللي درت، دونك هذه نجمه وهي الام. واش تمثل بالنسبه للجزائريين؟ واش تمثل واش؟ الام. والام في هذه المنطقه هي شكون؟ هي الجزائر التي اغتصبت، لأن يقولوا اختطفت. سمى الجزائر كانت عند الجزائريين وجاوا الفرنسيين في ساحل نتاع سيدي فرج ودخلوا وداوا الجزائر من الجزائريين، وكأنهم اغتصبوا الجزائر وداوها وبداوا هاد الجزائريين اللي يتمثلوا في هاد 4 أبطال نتاعها بداوا يدافعوا عن الجزائر، كل واحد بالطريقه وبالسلاح نتاعه، لان ما كانش عندنا سلاح كبير اننا الا عن طريق قتل الاقطاعيين والتمرد عليهم وسرقتهم وحرق ضيعتهم. وهكذا تمكن كاتب ياسين أن يعبر في هذه الرواية اللي هي رواية صعبة الفهم، تمكن أن يعبر عن وضعية الجزائر المغتصبة من طرف الفرنسيين في هذه الرواية التي نالت أكبر شهرة في الأدب الجزائري باللغة الفرنسية في المكتوب في خمسينات القرن الماضي. وبهذا وإحنا الكتاب، وراني نهضر لكم باسكو نتوما طلبه ولا تسمعوا، الكتاب يقولوا باللي احسن واكبر روايه كتبها كاتب ياسين هي روايه النجمه، ومن بعدها ما زادش كتب الروايات لانه ما نجمش كيف كتب روايات لكنها ما نجحتش، ولهذا استدار وتحول الى كتابه كتاب نوع اخر من الكتابات. نكتبوا الروايه، نكتبوا الشعر، ونكتبوا الغناء، زيدوا ونكتبوا. قلنا الروايه، قلنا الشعر، قلنا زيدوا واش نكتبوا؟ واش نكتبوا النصوص، واش نديروا بها؟ سواء نديروها كتب، سواء نديروها شعر، سواء نديروها اغاني، سواء نديروها كي نقولوا ابو الفنون كيسموه. شكون هو ابو الفنون؟ مصر المسرح. لما حس كاتب ياسين ان الروايه تاعه بعد نجمه ما قعدتش تدي الاهميه كما داتها نجمه، دار
ومشى بدا يكتب المسرح، واصبح من اكثر المسرحيين في الجزائر. وحنا هذا اللي الابن تاع قسنطينه واللي نال شهره كبيره، كان في يوم من الايام هو المدير الجهوي لمسرح الجهوي لمدينه في الغرب الجزائري من قريباتنا، لمدينه وهران، لا لمدينه تلمسان، لا لمدينه تيموشنت، لا لمدينه ولايه مسخالي ولا زيدو، لا قريبه لنا، غير قريبه لنا تلمسان لا، وهران لا، سيدي بالعباس، واصبح مدير المسرح في سيدي بالعباس. دوك انا عن طريق هذا العمل اللي مزجته انا والاستاذ رقيق، هو تكلم في التاريخ وحكى لكم، وانا كتبت لكم العدد اللي كتب في الاحداث وفي الجزائر هذه، الا باش نقول لكم باللي انتم الشباب، انتم الاطفال، ماشي معنى الدور نتاعكم يجي حتى تكبروا، انتم يجي درك. معناها لو كان تخرجوا من هذه القاعه وتقعدوا تزقوا في الطريق، معناها ما تربيتوش. لو كان غدوه تخرجوا من المدرسه وتقعدوا متدابزين في الطريق، معناها ما تربيتوش، ماشي كشافه نتاع بصح. معناها لو كان تخرجوا من الطريق وواحد ياخذ البالون نتاعه والسيارات فايتين ويقعد يلعب بالبالون نتاعه، معناها ما تربيتوش. معناها انتم ما تكلوش عليكم باش تبنوا الجزائر، ولا لا؟ معناها اللي يبني الجزائر يليق يكون من هذا العمر، يكون عنده هذه الاخلاق وهذه الصفات، ويكون مثالي. كل اللي راهم يعملوا الكشافه الا باش الكشاف يكون يعطى به المثل في المجتمع، لان المجتمع رانا نشوفوا الاولاد يخرجوا برا ويسبوا في الدين، رانا نشوفوهم يخرجوا برا ويقولوا الكلام الفاحش، نشوفوا البرا ونشوفوا الاولاد يزعقوا على واحد مهبول، نشوفوا الاولاد البرا ويمكن يخرج من الدار وتقول له الام نتاعها شري، يقول لها لا راني ماشي نلعب. لا، الامر نتاع الام هي قبل اللعب. يقول لك الاب نتاعك راجع الدور، وصلنا في فتره الاختبارات، تقعد تعيط لا، انتم الكشافه، خاصه انتم الكشافه اللي تعطوا المثال، ماشي لينا احنا، اللي تعطوا المثال داخل العائله تاعكم. واش يقولوا العائله تاعكم؟ يقولوا باللي الناس اللي راهم يربوكم في الطريق الصواب، راهم يربوكم الصحابه الكرام. السيد علي، الامام علي رضي الله عنه، دخل الاسلام والعمر تاعه 8 سنوات، كان قدوه. حتى اننا نحن المسلمين لما نتكلم عن علي بن ابي طالب ماذا نقول؟ نقول كرم الله وجهه، لانه عمره ما حط وجهه وركع لصنم. معناها انتم راه عندكم 8 و5 و6 و14، معناها يليق هذا الفوج اللي سمي عليه هذا الفوج تاعكم اللي هو بالحصيني، اللي هو جد هذا الاخوه بالحصيني اللي هو شهيد هذه المنطقه. لازم تكونوا قدوه كما الاساتذه تاعكم، قدوه. كل استاذ رقيق اليوم راح، لكن لما الاستاذ بالحسيني قال روح عندنا التلاميذ صغار والكشافات تاع الصغار، ما قاليش لا يقينا من هذا غيولاد ما عندنا ما نديروا لهم. لا، الرساله انا اليوم عندي الضياف، لكن سمحت في الضياف وجيت مع الاستاذ باش نعطوكم. اما اننا نعطوكم ونخرجوا واللي درنا لكم في رسالكم تنسوه اليوم، معناها ان رساله الكشاف واللي قالها الاستاذ لما قال لكم كشافكم وجودوا استعد، لازم تستعدوا لهذا الكلام اللي احنا نمشيو نعطوه لكم. اما في يوم اخر سنبرمجوا ونتكلم لكم عن التدخين وعن المخدرات اللي اصبحت آفة في المجتمع. والجزائر راها دايره برنامج نتاع شهر ماي، راها دايره برنامج لمكافحه المخدرات. راكم تعرفوا انتم
الاولاد باللي مصنع في مدينه مغنيه لقاوها يصنع الحلوى، لكن بداخل الحلوى كاين مخدر. معناها انتم من تخرجوا ديالكم ما تشروش الحلوى من اي مكان، لازم تردوا البال. ما تشروش الكاطو من اي مكان، لان حتى الكاطو والله هذه الحلويات اللي تباع امام المدارس وامام هذه يمكن ان تكون فيها هذه المواد المخدره. وحنا نعرف ان المخدرات لما الانسان بدا يتعاطى المخدرات يولي مهمول ويبدا يقطعوا حاف الموس ويولي كما هذيك الكلاب الضاله، ما يعرف دار، ما يعرف دين، ما يعرف بوادين، وسيموت يوم. كل المتشردين ونشكركم ونشكر الاخرين. شكرا. تحيه. شكرا. ايوه هكذا تنتهي المداخله تاع الاستاذ رقيق والدكتور اغا من هذا المكان، وكان لنا شرف اننا لبينا هذه الدعوه واعطينا رساله جميله. اعطينا رساله في محلها. شكرا.